السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اول حاجه مرحبا بكم في قناتي لليوتيوب. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصايبوا حاله بالبسكوي، كيجي لذيذ وكيجي خفيف. تبعوا معايا الطريقه، نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا يطروط الحليب، فلون ديال الشكلاط، مايزينا، طحين. المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون، والسكر سنيده، واخر حاجه الكاكاو. غادي نخلطوا كل شيء مزيان على البارد. من مور ما خلطنا الخليط ديالنا مزيان غادي نديروه فوق العافيه ونبقاو نحركو مزيان لمده 5 دقائق ضروري باش ما تبقاش لينا مايزينا لتحت. غير تحسوا به بدا كيتقال شويه حيدوه، حيت الا خليتوه حتى عقد لكم بزاف غادي يقصح. صافي هنايا غادي نستف البسكوي ديالي في المول. غادي نبدا نرشو بالحليب، يا اما ديروا هاد الطريقه اولا ديروا البسكوي نيشان في الحليب وتحطوه في المول. هنايا غادي نبدا نكب الخليط ديالي فوق البسكوي. صافي غادي ناخذ واحد السباتول ونبدا نوزع الخليط ديالي مزيان ونقادو من الجناب. غادي نبقى غادا على هاد الشكل، طبقه ديال البسكوي وطبقه ديال الخليط. انا وصلت للطبقه الرابعه وهي الاخيره، درت من فوقها الخليط وقاديته. غادي نغطيه بفيلم اليمونتير مزيان ونخليه يبرد في الثلاجه لمده 4 سوايع. صافي هنايا من مور ما داز 4 سوايع خرجته من الثلاجه. غادي نزينو بشويه فيرميسيل. بالنسبه للتزيين اختياري، ديروا اللي كتفضلوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي واعره خفيفه وما حلواش بزاف. كيف ما سبق لي وقلت لكم المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. نتلاقاو في فيديو جاي مع وصفه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير.